اشهر شيخ صوفي في مصر متهم بالتحرش الجنسي. ايه اللي حصل؟ في بنت صغيره عشرينيه اسمها خديجه اتهمت الشيخ صلاح الدين التيجاني القطب الصوفي المعروف انه اتحرش بيها. ولو ما تعرفش مين هو الشيخ صلاح الدين التيجاني، هو شيخ صوفي معروف وليه اتباع كتير جدا، شايفين انه في منزله الانبياء، ولما بيتكلموا عليه بيقولوا الشيخ صلاح رضي الله عنه، ومنهم مشاهير زي السيناريست عبد الرحيم كمال وناصر عبد الرحمن. المهم البنت بتقول ان الحكايه بدات من 2016 لما كان وقتها عندها 21 سنه، ولقت الشيخ باعت لها صوره اباحيه لشخصين في وضع غير لائق وكتب عليها مشتاق، وبعدها مسح الصورة واعتذر وكأنها جت بالغلط يعني، ولكن هي لسه محتفظة برسائل تانية زي دي. البنت قالت ان الشيخ ده يعرف اهلها من 2007 وبيعتبروه الاب الروحي ليهم وماشيين وراه وهم مغمضين، وانها بتتعالج بقالها سنين وحاولت الانتحار اكتر من مرة بسبب الموقف ده. الاغرب بقى في الحكاية دي ان الام اللي الطبيعي تاخد صف بنتها عملت العكس تماما، وكتبت بوست وكدبت فيه البنت وقالت انها شاهدة ان الشيخ صلاح هو راجل فاضل وما شافتش منه اي حاجه وحشه طول ال 21 سنه. لحد هنا حقيقي احنا مش فاهمين، هل البنت هي اللي على حق ولا الام هي اللي على حق لدرجه انها تكذب بنتها وتدافع عن الشيخ، ولا هي تحت تاثير سيطره الشيخ عليها وعلى حياتها لمده 21 سنه زي ما قالت؟ طب ممكن نلاقي تحقيق بيتفتح في الموضوع ده وتبان الحقيقه الكامله؟ والسؤال الاهم، هل ممكن الشيخ صلاح الدين التيجاني يطلع يرد لاول مره على الكلام اللي اتقال ده؟ ادينا مستنيين.